النهارده هنعمل اكله مشهوره قوي بالكشري الاصفر. هي حلوه قوي وسهله وخفيفه ومش مكلفه يعني الى حد ما، واحلى ما فيها ان هي كلها بروتين. نص كيلو من العدس الاصفر ونص كيلو من الرز، غسلتهم كويس او صفيتهم زي ما انتوا شايفين كده. وهروح على الحله بتاعتي على النار، معلقه سمنه كبيره وكمان معلقتين زيت. هنزل بقى الكميه اللي معايا واقعد اشوح فيهم كده 5 دقايق علشان يبقى طالع معاكي كده مفلفل ومش معجن. كل ما هتشوحيه كل ما هيطلع معاكي الرز كده مفلفل وحلو. بعد بقى ما شوحته كويس قوي، نزلت معلقه من الملح ورشه كده يعني ربع معلقه بالظبط من الفلفل الاسود. وده شكله بعد ما شوحته. انا هنا بسرع، ما رضيتش ان انا اسرع الفيديو، بس وقفت وكملت تشويح فيه عشان خاطر اوريكم بس اني انا شوحته يعني 10 دقايق. هغطيه بالميه، وزي ما انت عايزه، لو عايزه تحبي تضيفي مكعب ماجي هيبقى حلو قوي، بس انا عشان عاملاه بسمنه بلدي فما رضيتش ان انا احط ماجي بصراحه. بعد 10 دقايق كده على نار عاليه، فتحت عليه الحله لقيته شرب الميه كلها، فحطيت ربع كوب كده من الميه ووطيت عليه النار خالص وسبته بقى ربع ساعه كان استوى. وخلي بالك ما بيطولش كتير على النار عشان ما يعجنش منك. سخنت بقى معلقه سمنه بلدي وطشيتها كده على الوش وقفلت الحله وخلاص كده استوى بقى تمام. جيت هنا بقى معلقه سمنه كده ونزلت فيها بصلايه صغيره وفص من الثوم المهروس. هشوحهم بس كده لحد ما يبتدي معايا يصفر. هنزل ربع معلقه صغيره من هريسه الشطه. انا كنت ضاربه 4 طماطمات نزلتهم عليها مع الملح والفلفل الاسود، اتسبك شويه. نزلت 5 بيضات كده زي ما انت شفتي، وزعتهم وسبتها بقى على نار هاديه خالص وغطيت عليها، سبتها تبقى بالشكل ده. 10 دقايق بتكون جاهزه، يعني سهله قوي قوي. جيت بقى هنا كنت انا حاطه بطاطس كده على النار في ميه كده، سلقتها. خدت كده ربع ساعه بس، مجرد خدت ان هي ربع ساعه بالظبط انا قفلت عليه، لان انا مش عايزاها تبقى مسلوقه، انا عايزاها يا دوبك بس تبتدي تطرح حاجه بسيطه خالص. جيت هنا بقى حطيت معلقه من الخضره المجففه، معلقتين كده من الزيت، وحطيت كمان بهارات الكبسه لان بتدي طعم حلو قوي. وكمان حطيت بابريكا، وابتديت كده ان انا اوزعها مع الملح على البطاطس بتاعتي ودخلتها على الاير فراير. خدت كده 15 دقيقه بقى بالشكل ده. تقدري ان انت تعمليها وتحطيها في الفرن. وكده الاكل بتاعي بقى جاهز كله، الشكشوكه والبطاطس وكمان العدس الاصفر اللي بالرز بقى كله جاهز. ومع السلامه.